الو، اهلا استاذ. موعد المقابلة بخصوص العمل ساعة بالوحدة الظهر، ولازم تكون موجود على الموعد. ان شاء الله استاذ، قبل هذا الوقت انا يمكم. خيرك، اشوفك مبدل ومستعجل. عندي مقابلة عمل جدا مهمة، وخلال نص ساعة لازم اكون هناك. خير ان شاء الله. لا عاد صلي وتوكل. اخاف ما الحق. صدق تحكي يابا، بدي صلي وشوف شلون ربك يسهلها. الحمد لله خلصت، خلي اروح الحق على الموعد. صلاة ايش هاي يا معود؟ لا استقرار بالركوع، لا بالسجود، يعني صلاة باطلة، وهاي كلها أركان بالصلاة، وعينك على الساعة من أول صلاتك، ويمكن ما تتذكر منها غير التكبير والتسليمة، والباقي حاير كلش تحكي بالمقابلة. والله صح، بالي يم الموعد، بس ما يخالف ان شاء الله ربك يقبلها. يدري بيا مستعجل على شغله واخاف يروح مني. ليش؟ هو الرزق بيد واحد لو بيد الله. ما سامع الله شو يقول؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لو هسه مسؤول الشركة اللي راد يقابلك طلب منك تقرأ له كم صفحة من كتاب، وقال لك شرط قبولك عنده بالعمل هو جودة القراءة، فشلون راح تقرأ له؟ اكيد بتأني، حتى احرص على علامات الاعراب والحركات، لان اخاف ما انقبل. لعد وين التزامك بصلاتك مع اللي بيده رزقك وكل دنياك وآخرتك؟ ما سمعت قول الإمام علي عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه. يعني حسن علاقتك ويا رب العالمين، وربك يتكفل الأمور ويا الناس. هاي شلون فاتتني؟ مو بس هاي فاتتك، يمكن نسيت أنه أعمالنا وعبادتنا تنعرض على الإمام المهدي عجل الله فرجه، فيتصور فشله يشوفنا هيك نصلي.